السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى كده يا بنات هنعمل شوية بفتيك كده كداب باللحمة المفرومة، بجد فظاعة. بصوا شكله كده من جوه ومن بره بجد مقرمش وحلو جدا، ومش هيكتشفوا ان هو لحمة مفرومة خالص. بجد اختراع حلو قوي. تعمليه كده جنب مكرونة حمراء، هيعجبهم جدا. تعالوا نشوف بقى عملناه ازاي، ونقول كده بقى بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده يا بنات معايا لحمة مفرومة، انا بجيب كيلو وبقسمه على 3، يعني ده اكتر من ربع. ومعايا بطاطستين كده متقشرين، وكم بصلاية وقرن فلفل وبيضة. انا طبعا عاملة حساب ان يعني البصل بتاع الصلصة بتاع المكرونة، فمقشرة 3، مش هحطهم كلهم في خلطة البفتيك يعني. فجبت الكبة بتاعتي بقى، وقطع كده البطاطس النية بالشكل ده، كده تقطيع بقى عشوائي، لان كده كده كله ده هيتضرب مع بعضه. وبعد كده هنزل باللحمة. انا مش هحط اي توابل خالص، انا بس هضرب المكونات دي مع بعض. واحط كده بصلتين، ولو بصلة كبيرة مفيش مشكلة، وقرنين كده فلفل. لو عندك فلفل حار بقى وبتحبي الحاجة سبايسي تحطيه بدل الفلفل الرومي، بيدي طعم احلى كمان، بس انا عندي مش بيحبوا السبايسي. واحط بيضة، واضرب بقى كل الخليط اللي انتوا شايفينه ده مع بعضه. بصوا شكله بقى عامل ازاي. انا طبعا ما ضربتهاش جامد علشان شكل اللحمه يبان في الخليط بتاعي، ما نعمتهاش قوي. هنزل بقى كده بمعلقتين فيجيتار، ومعلقه بيكنج باودر كبيره علشان ما تفكش معايا وانا بشكلها. واحط بقى توابل فلفل اسمر، وتوابل لحمه، وملح. وهقلب بقى كل المكونات كده مع بعض لحد ما احس ان هي خلاص بقى ايه، تدخلت مع بعض كده واختفت كل الحاجات اللي انا حطيتها. انا طبعا هحطها تتشمع شويه بعد ما اشكلها علشان تسهل معايا لما اجي احطها في البيض والدقيق والفيجيتار. بصوا شكلها ايه، تشكليها بقى ايه زي ما انت عايزه. بصوا شايفين مش بتفك ولا اي حاجه خالص. بس انا برضو هحطها شويه تتشمع كده في الفريزر. جبت بقى طبق فل كده وابتدي كده اشكل، وجبت كيس كده فردته علشان يسهل معايا. بصوا بتبططيها كده بالشكل ده، على شكل بقى ايه البفتيك اللي احنا بنشتريه الجاهز. عايزه اقول لكم ريحته وطعمه بجد كمان كان في القليه، والله بجد كان حلو جدا. كانت ريحته حلوه قوي، كانت يعني قلب الدنيا بصراحه، وما كانش باين خالص ان هو المكونات اللي احنا حاطينها دي لحمه وبطاطس والكلام ده. جربيه بجد هيعجبكم جدا. بصوا انا كده خلاص خلصت الكميه. انا طبعا عملت لي كميه اكتر من كده، بس دول اللي انا هحطهم يتشمعوا عشان ننجز بس في الوقت. هحطهم يتشمعوا عشان نعمل الاكل، وبعد كده التاني بقى نشكله براحتنا. عندي بقى هنا بيضتين، عندي خليط سائل وخليط ناشف. الخليط السائل عندي هنا بيضتين، مفروض ان هي بيضة وشوية لبن، بس انا ما كانش عندي لبن فحطيت بيضتين وكده وشوية فلفل اسمر. وهرب بقى كل الكلام ده مع بعضه. شوية لبن بيطروها شوية، بس انا كده كده عايزاها مقرمشة، فاللي هو ما حطيتش لبن يعني، ما كانش عندي فما حطيتش. اتصرفت يعني مش ما تأزميش نفسك يعني، لو مش عندي خلاص. عندي هنا بقى الخليط الناشف، معلقة نشا وفيجيتار حار على العادي ومعلقة دقيق وشوية فلفل اسمر وملح كده يطعموه. لو انتي عندك خلطة كنتاكي ممكن تحطيها تتبلي بيها مع شوية دقيق ونشا برده. انا بحط نشا علشان يبقى مقرمش كده وحلو. لو انتي يعني عايزة برضو الفيجيتار بس عادي مفيش مشكلة، دي بتاعتك انتي. بس انا بحط يعني بحب احط معلقة دقيق كده ومعلقة نشا. وهنزل بقى كده في البيض، وبعد كده هنزل في خليط الناشف واقلبه كده واتبله فوق وتحت. انا بحب اشتغل بايدي بصراحه، ما بحبش اتقيد بالجوانتي خالص. وانزل بقى في زيت كده يكون يعني ما سخنش لسه، يعني يكون لسه ايه بيبتدي يسخن كده.
هو بيكش سنة طبعا بس مش قوي، ابتدى كده ياخد لون، بصوا شايفينه. عايزه اقول لكم ريحته بجد كانت فظيعه. بصوا شايفينه، لا فك مني ولا اي حاجه خالص، برغم ان انا حطيته بتاع حوالي ربع ساعه يعني عشان كنت مستعجله، ما حطيتوش كتير. وهطلعه بقى على مناديل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا ما كانش ينفع ما نعملش طبق مكرونه حمرا بقى بالصلصه كده وايه، ونروق ايه على نفسنا. إيه الاكله الشعبيه اللي بقى جنب اي بفتيك او بانيه. عملت كده طبقين مكرونه حمرا بالصلصه كده. وهنا بقى البفتيك شايفينه اهو، بجد حلو جدا، جربوه ان شاء الله مش هتندموا، وهيعجبكم جدا، ومش هيكتشفوا ان هم اصلا زي ما قلت لكم لحمه مفرومه. اتمنى يكون الفيديو كان بسيط على قلبكم ويعجبكم، وان شاء الله باذن الله استنوني في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.